الذكر له درجات ومراتب. ذكر باللسان، انت قاعده قدام التلفزيون وماسكه السبحه بتاعتك عماله ايه تذكري، قلبك مش حاضر، ده انت مركزه في حاجه تاني، ولكن لسانك بيذكر. هل باخد عليها حسنات؟ باخد. الله كريم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فانا طول ما انا بذكر الله فانا في عباده وبستعمل هذه العضله في عباده الله، فان شاء الله ماجور عليها. ذكر تاني بالقلب، انا قاعده بقلبي كده عماله اتفكر، والله الله كريم، الله سبحانه وتعالى وقف معايا في اصعب المواقف. والله انا كنت فعلا تعبانه وعندي هم كبير والله زحوا عني، ربنا لطف بيا. انا ابني اتعرض لحادثه وربنا كرمني، حصل معايا مواقف صعبه واحتجت فلوس وربنا بعت لي فلوس من غير ما احس. والله انا ابني لا كان بيذاكر ولا كان بيفتح كتاب، لكن ربنا كرمه. انا قاعده بتفكر فيما حدث لي من الله، فانا في ذكر بالقلب. يبقى الاولاني كان باللسان وده بالقلب. يا سلام بقى لو جمعت الاثنين مع بعض، ماسكه السبحه كده ولا عماله اسبح واقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. بذكرها وانا مستشعره مع نفسي، انا ماليش اله غيرك، محدش يا رب رزقي بيده الا انت سبحانك، محدش يقدر يعمل معايا ضر الا بامرك، ولا حد يقدر ينفعني الا اللي انت سخرته لي. فانا بذكر الله باللسان وقلبي حاضر مستشعره معنى اللي انا بقوله. الله اكبر، الله اكبر. انا ماسكه سبحتي وعماله استشعر الله اكبر حتى حجما. الله اكبر في قلبي من اللي عليا، من ديوني. الله اكبر من الناس اللي واقفين بيقولوا لي هاتي. الله اكبر من الهم اللي جوايا. الله اكبر من احتياجي. الله اكبر من كل اللي ظلموني، من كل اللي جم عليا. الله اكبر. فانا بستشعر الذكر وانا بقول، فبذكر بالقلب واذكر باللسان، ودي اعلى مراتب الذكر اللي احنا اصلا مامورين بيه. لكن في كل خير. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا ان احنا كده افضل من اللي بيجاهد في سبيل الله، افضل من اللي بيجاهد. خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، لان اعمال القلوب غاليه عند الله، الله يقدر كده. الذاكر لله دول سماهم سيدنا النبي مفردون. سبق المفردون سماهم مفردون. ليه؟ مش كتير اللي بيذكروا الله. بيحصل لك مشكله على طول عايزين نتصل بحد معرفه نشوفه بسرعه يحل لنا المشكله، نبدا نعتمد على الاسباب وننسى الرب سبحانه وتعالى. اوعي تفتكري ان شغلك اللي بتاخدي منه الراتب ده هو اللي بيرزقك، ده سبب. ان الله هو الرزاق، علمنا ان احنا ناخد بالاسباب مهما كان. يعني السيده مريم في وقت ولادتها ربنا سبحانه وتعالى يقول لها ايه؟ هي في عز الازمه دي ربنا يقول لها ايه؟ وهزي اليكي بجذع النخله اللي كانت موجوده دي. ده اصلا الاعجاز في الموضوع ان ده كان جذع، لا في بلح ولا في تمر ولا في اي حاجه، لذلك يعني جذع نخله اهزه ازاي وهينزل لي رطب؟ ففي معجزه في الموضوع، ومع ذلك ربنا يقول لها ايه؟ وهزي. ده جذع اصلا ما فيهوش بلح، ففي معجزه في الموضوع انه هينزل لي، ومع ذلك ايه؟ هزيه. يامرها بان هي تاخد بالاسباب حتى وان كان في معجزه. المعجزه من الله والسعي مني. اسعي وربنا يعمل لك المعجزه. ذو القرنين اللي حضرتك بتقريها كل جمعه في سوره الكهف، واتيناه من كل شيء سببا فايه؟ فاتبع سببا. واحد بيروح مطلع الشمس وبيروح مغرب ده بيلف الكره الارضيه من هنا لهنا، بيروح مطلع الشمس وبيروح مغرب الشمس، ومع ذلك الله عز وجل يقول لنا ايه؟ فاتبع سببا. يعني المعجزه من الله والسعي من مين؟ فالله عز وجل يقدر العمل. حاجه صغيره، ده من تقرب الي شبرا تقربت اليه. بس انت قربي. الفكره فينا. كان سيدنا عمر يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. بس انا اللي اروح، انا اللي يجيلي التوفيق والاذن من رب العالمين. الله لا يطاع الا باذنه، فلازم نكون عارفين ان مفيش طاعه بنعملها الا باذن من الله. فلو وفقنا لطاعه فربنا اذن كتب اسمه.